زهقت من الطبيخ كل يوم وعايزة حاجة سريعة كده ما تاخدش نص ساعة، ونفس الوقت تكون خفيفة وغير مكلفة. طبعا كلنا عايزين كده أكيد. يلا بينا نعمل الكفتة الجميلة ديت، وهنعملها على البوتاجاز من فوق، مش هنعملها في فرن البوتاجاز. يعني قولي كده كله على بعضه هياخد لها حوالي نص ساعة بالكتير خالص. يلا مع بعض كده نشوف هنعملها ازاي. يلا نسمي الله ونبدأ. يلا. السلام عليكم، انا اماني طاهر ودي قناتي. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة الجميلة ديت. طبعا الكمية حسب ما انت عايزة، نص كيلو، ربع اللي موجود. بصلة مبشورة، بصلة تكون كبيرة كده ومحترمة بنت ناس، مبشورة. دي حتة دهنة، حتة ليا، الموجود مش موجود مش مشكلة، مبشورة برضك. فصين توم محترمين كده، مبشورين مهروسين. قرن شطة على قرن فلفل احمر اخضر كده. مش حابة الشطة مش مشكلة، مش هنحط الا ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، بس عشان ما نغيرش الطعم. ومعلقتين 2 بصمات، وحزمة بقدونس، بلاش العروق، الورق بس، وبضاية. ومعلقة صلصة. الصلصة دي بتديلها لون حلو كده، وفي نفس الوقت بتديلها طعم احلى برضه. اللحمة بتاعتنا بقى هنحط كل المكونات دي كلها على بعضها من غير ترتيب. بصمات الاول، الفلفل بعدين، كله على بعضه كده. مش شرط مثلا لا انزل بالبصل الاول انزل بالبصمات بعدين، لا، حط كله على بعضه. وطبعا خدي بالك من الملح، ما تحدقيش قوي، خلي دايما ملحك خفيف، لما تحتاج ملح احسن ما تبقى حادقه. والبضايه ومعلقه الصلصه، وهقلب كويس جدا. الوقت ده بقى طبعا معلقه مش هتنفع، لازم ايه، بايدي كده وعجنها عجنه بقى بنت حلال كده، عجنه بقى كويس. لازم المكونات دي كلها تخش في بعض كويس جدا جدا. اهم حاجه في الكفته دي، وعشان ما تسيبش منك على النار، عشان هنعملها على البوتاجاز من فوق، لازم تتعجن كويس جدا جدا. يعني 5 دقايق كده، طلعي بقى ايه الصحه فيها، لغايه ما المكونات كلها تندمج مع بعضها كده. كده بقت كويسه جدا، وزي ما انت شايفه اهوت. كده بقى هسيبها ايه، اركنها في التلاجة نص ساعه بس، مفيش غيرها. إيه، كل المكونات كده تشرب من بعضها كده، واللحمه تشرب من التوابل ومن البصل ومن الحاجات دي، وتبقى ايه، تبقى طعمها حلو. بعد نص ساعة بقى هبدأ ايه اشكلها التشكيلة اللي انا عايزاها. هدهن ايدي زيت، انا عايزاها مدورة بقى زي الطعمية كده، مفيش مشكلة. عايزاها زي سبع الكفتة، مفيش مشكلة. اصل في ناس كده بتقول ان احنا ما بنحبش ناكل اللحمة زي راس كده زي الطعمية، بتقول ما بنحسش انها كفتة. احنا عايزينها ايه، صوابع كده زي الكفتة، عشان نحس ان احنا بناكل كفتة، ما نحسش ان احنا بناكل طعمية. والله بقى دي اذواق. مش مشكلة، نراضي الطرفين. نعملها صوابع كفتة، مش ضروري بقى ان احنا نعملها على العصا بتاع الشيش طاووق، ولا على معلقة، ولا الكلام ده. هي اصلا المكونات بتاعتها وديت بتخليها خفيفة وهشة كده ومش معجنة من جوه ومفرغة. هتشوفيها معايا اخر الفيديو ان شاء الله. الكفتية مفرغة اكنك عاملاها على العصاية بتاعت الشيش طاووق او كده. انا صبعتها. طبعا هتصبعي بقى حسب الكمية اللي انت عايزاها، يعني حسب اللي هياكله. ممكن تركنها في التلاجة وتطلعي منها وقت ما تحبي، وممكن تصبعيها ما انتش عايزاها النهاردة خالص، تصبعيها كده وتحطها، ترصها في، تفتحي كيس تلاجة وتحطيها على ورقة الفل، وتحط عليه الكفتة واحدة جنب واحدة جنب واحدة، ودور تاني برضك كيس تلاجة تفرشيه فوق منها، وهكذا. وتلفها كويس وتدخلها الفريزر. ووقت ما تحبي تطلعيها اعمليها شوية زيت بقى صغيرين خالص كده في طاسة او في الجريل اللي موجود عندك،
وهنبدأ بقى على نار ما تكونش عالية، النار تكون متوسطة. تحطي بقى الحاجة اللي انت عايزاها. انا عملت وياها، حمرت وياها شوية شطة كده، كان طعمهم حلو والله. وكل ما الكفتة تاخد لون تقلبيها حسب بقى اللون اللي انت عايزاه احمر قوي، عايزاها نص سوا، عايزاها سوا كامل، انت وراحتك. وبعدين هتاخد سوا من الجنبين وهتطلعيها، وصدقيني والله ما هتفك معاكي ولا واحدة. ده بقى رغيفين كده من الصوص اللي نزل من الكفتة، بيبقى طعمه جميل جدا والله. وادي الكفتة بتاعتنا بقى مع السلطة الجميلة بتاعتنا، وبألف هنا. أكلة ما أخدتش نص ساعة، وخفيفة، وغير يعني تعتبر غير مكلفة قوي يعني، وسريعة. أكلة المستعجلين، مش هتاخد منك حاجة خالص، ولا هتولعي فرن، ولا هتتبلي وتركني وقت طويل ولا الكلام ده. لا، هي بسم الله ما شاء الله ما اخدتش مننا وقت خالص، لانها على البوتاجاز من فوق، ومعاها شويه السلطه. حابه تعملي جنبهم شويه رز، تعملي شويه مكرونه، هتاكلوا بعيش، مفيش مشكله. حابه بقى تديها طعم الفحم كده، بعد ما تحمري الكفته هتولعي فحمايه وتحطها في وسط الكفته وتغطيها. بسم الله ما شاء الله. شايفه بص الكفته كأنها ايه، شايفه مفرغه ازاي من جوه، اكنها والله معموله على العصايه، او معموله على معلقه، او معموله زي ما بتصبعي. شايفه عامله ازاي، وخفيفه جدا، وطعمها جميل وجوسي كده، طريه، مش ناشفه، جميله جدا والله. وبألف هنا لكل اللي كل. واذا وصلت معايا لغايه هنا، اشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واذا الفيديو ده عجبك اعملي لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.